سلام البنات، سلام يا الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا صافا الحمد لله. مرحبا بكم معايا في قناتنا استيس باي امال وفي فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم حبيبتي راح يكون عباره على روتين متنوع وانتم تحبوا هذا النوع من الفيديوهات، زائد مفاجأة اللي كان زوجي فاجأني بعيد زواجنا الرابع، يعني 4 سنين تاع زواج. الله يبارك، ربي يديم المحبة ما بيناتنا يا ربي ويخلينا لبعضنا. هنا كما شفتوا في العنوان تاع الفيديو حبيباتي، العام هذا هو كما قلت لكم اللي فاجأني. مرفا كل عام انا اللي نحبر وندبر ونخمم ونوجد وناكل في روحي كما لبنا بلي المراه دائما هي اللي تخمم كثر من الراجل في هذا السوجي. يعني ميم الراجل يكون رومانسي وكل حاجه، بصح المراه تكون هي اكثر رومانسيه منه، وهي اللي تخمم وهي اللي تقعد تطلع وتهبط. انا هنا يا حبيباتي اللي هو نهار 28 ديسمبر هو عيد زواجنا، جوزت يوم عادي في الدار كما راكم تشوفون. الصباح شربت قهوه ديالي، ومن بعد موراها رحت عطيت الاليان وهاد شويه تاع العسل. راهو مريض، راهو بالسعله ونيفو راهو يسيل وراهو في حاله. كنت شريت له هاد العسل واسمه اللبينه، كنت شريته في لافوار. يبيعوه سبيسيال للدراري صغار، بصح ماشي قبل 18 شهر، يعني لازم البيبي يكون في عمره 18 شهر للفوق باش تقدروا تعطوا له العسل. وانا شفتو عطيت له كميه صغيره مع الصباح، وما تعطوهالوش اجا، يعني ما تعطولوش غير ينوض تعطوا لهم العسل. انا حتى شرب حليب تاعو كلا الكاطو باش عطيت له شويه هذيك تاع العسل. ومن بعد فرشت فراشي عادي، لميت هذوك لي جوو اللي في النهار نلمهم كاش 10 خطرات يا البنات. انا نخملهم ونسقمهم وهو يعاود يرميهم في الارض ويروح يلعب. ولو كان مو يلعب بهم قال معليش الشح يا قلبي ما يلعبش بهم، يرميهم لي في الارض يلعب يا ربي 2 دقائق، من بعد يروح ويخليهم يبدا يلعب بلي تيليكوموند بالماعن تحت البوطاجي طالع فوق الكراسه يديرهم كامل غير لي جوي برك اللي ما يلعبش بهم. وجاب لي ربي بلي كامل دراري صغار هكا. راني نشوف لونطوغاج ديالي، نشوف الناس اللي نعرفهم، لي زابوني تاوعي مارفين تاني يبعثوا لي يقولوا لي بلي كامل اولادنا هكا، يعني الله غالب دراري صغار كامل هكا. موراها رحت درت اون ماشين، كانوا عندي الحوايج له كيما راكم تشوفوا تاع إليان تاوعنا الفراش. المهم كان عندي بزاف الحوايج، درت واحد 3 ماشين هذاك النهار. ونغسل بهذاك امير عجبني بزاف، شريته عجبني. المهم حبيبتي بعدا كملت شغلي، نشرت حوايجي، مسحت الحاله شويه شويه. يعني هنا ما صورت لكمش كامل لي ديتاي، يعني كنت نصور في روتين يومي عادي. ومن بعد حبيبتي رحت ندير العشاء تاعي. الحق وقت العشاء رحت نطيب العشاء، كنت درت ثاني عشاء نورمال. قلت العام هذا ما نديرش، عييت اولا كنت عيانه وعجزت عليها تاني، وقلت كل عام راني ندير خلاص خلي العام هذا ما نديرش. بالك لو 30 هي يعني نوفالون، بالك ندير سهره خفيفه منها عيد زواج منها احتفال بالعام الجديد، وقلت زعما المهم ما نديرش هذا النهار وخلاص. المهم حبيبتي انا هنايا كنت نوجد في العشاء تاعي، كنت شريت هاد لي شامبينيون فخي. كنا شريناهم انا وماما تاني من كيف من لافوار، كانوا يبيعوا فيهم بالميزان. شرينا منهم شويه وقلت نديرهم هذاك النهار نطيبهم مع البولي، يجوا بزاف بنان بلا كريم فريش. الوغ هنا حبيت نصور لكم الوصفه ديالهم. يعني كما شفتوا بلي كيكونوا هكاك فري لازم تنحوا لهم هذيك القشره الفوقانيه كما وريت لكم. نقيتهم كامل ومن بعد رحت نوجد فيهم. درت في المقله تاعي شويه زيت وشويه تاع زبده، درت حبيبه بصل صغيره حطيتها تتقلى شويه، وبعد زدت لها نص صدر تاع الدجاج وقليتهم تاني شويه، وبديت نزيد في لي زيبيس. درت ملح فلفل كحل راس الحانوت شويه تاع الكوري شويه تاع الزنجبيل، يعني توابل الدجاج راهم باينين. موراها البنات خليتهم هكا يتقلاو مليح. راكو على بالكم بلي الدجاج لازم يتقلى مليح مليح باش يجي بنين. وهنا تاني البصل كي يتكرمل في هاد الغوسات يجي بزاف هايل. يعني هنا خليتهم بيان تقلات الحاله مليح مليح. زدت لهم فص تاع توم كبير كما شفتوا، وقعدت كل 5 دقائق نقلي فيهم شويه حتى تلقوا كامل الماء تاعهم. موراها رحت زدت لهم هادوك لي شامبينيون اللي كنت درتهم، سي دي شامبينيون فري كما قلت لكم. يعني ماشي هادوك اللي يجوا في لي بواط ولا، يعني هادوما يعني فخي كيما راكم تشوفوا. خليتهم يتقلاو مليح حتى عاود كامل هذاك الدجاج والبصل شربوا الماء تاعهم. كي لحقت لهاد المرحله باش مرقت بحوالي نص كاس تاع الماء باش هذاك الدجاج تاعنا يطيب مليح وهذوك لي شامبينيون تاني يطيبوا مليح. وهكا وغلقت عليهم وخليتهم حتى طابوا. في الاخير زدت لهم شويه تاع كريم فريش وفرماج. هذا ما كان وكانت الوصفه تاعي واجده. ومن بعد حبيت ندير معاهم رولي تاع البطاطا اللي يجي ساهل وبنين بالبزاف. ويعني تقدري ديريه مع الوصفات هكايا، زعما كديري دجاج بالشامبينيون ولا شامبينيون وحده بلا كريم فريش، ولا يعني حاجه هكا اللي تكون فيها
فيها اون صوص ليكيد هكايا، تقدري ديري هاد الغولي تاع البطاطا، تقطعي البطاطا تاعك هكا مدوره بهاد الطريقه وتقليها عادي، برك لازم تكون رقيقه شويه. موراها ستفيها في بلا كيما هذا، ومن بعد ديري لها البيض. انا من الاول درت 2 حبات ومن بعد شفت بلي ما كفاونيش، زدت حبات تما درت 3 حبات، ومن بعد بداو تمشيو في هذاك البيض حتى تشوفوا كامل الحبات لصقوا مع بعضهم. يعني هذاك البيض لازم يجوز على كامل الحبات، تبقاو هكا تقلبوا في تزغدوا يعني في البلاط تاعكم حتى هذاك البيض يجوز على كامل الحبات تاع البطاطا باش يشدهم، باش من بعد كي نروليوه ما يتفتحش معنا وما يتكسرش معنا. انا حشيته بالفرماج برك باسكو علاش عندي بالهيكا شامبينيون، عندي الدجاج ما درتلو داخل والو، درتلو غير الفرماج. هنايا كنت دخلته للفوغ مده واحد 10 دقائق برك بيد ما برك هذاك البيض يطيب وتشد معنا هذيك البطاطا. ومن بعد رحت ندير له الفرماج. هما هنايا حبيباتي نورمالمون يجي محشي، ديروا له فياند هاشي ولا بولي هاشي ولا دي كوب تاع البولي هكاك، يعني كل واحد واش يحب يدير، بصح هي يجي بنين بالفياند هاشي، يعني طيبوه كيما تاع البوراك بالبصل والمعدنوس وكلش وديروه لداخل وتلويوه. بصح انا قلت لكم كي كان عندي يعني الدجاج والشامبينيون من الجهه اللي من هيك، ما حبيتش نزيد ندير له لداخل الدجاج ولا الفياند هاشي، دونك درتو غير بالفرماج برك. يعني درت فرomاج بورسيون ودرت فرomاج غابي، بصح وشنو عمرته، يعني فريمون عمرته لداخل. ومن بعد هكا بالعقل بداو تلويو فيه حتى تتحصلوا على ان بودان كيما هذا. موراها زيدوا له شويه تاع فرomاج غابي من الفوق. بصح انا لو بروبليم سكو هذا الفرomاج ما دابش، يعني للاسف هو صح بنين. انا ما نديرو في البيتزا، ما نستعملو هكايا في لي كريب كي يكون ندير دي كريب صالي ولا يدوب تري بيان. بصح كي درتو هكا من الفوق باش غير يتحمر لي برك من الفوق ويدوب ما دابليش، يعني قعد هكاك عاودت نحيتو يعني رميتو ما يصلحش. وهنايا هاي ليك يعني الوجد معايا الطبق تاعي. هذيك البطاطا جات بنينه داخل معمره فرماج، يعني هذاك الفرماج اللي داخل داب ولا هكا دايب كامل، بصح اللي من برا يعني ما دابليش. المهم حبيباتي هنا تعشينا نورمال ورانا قاعدين نقصروا، وشفت نسيبكم كي جا داخل يخبي في روحه ويخبي في الحاله ويتخبى ويغلق في البيبان، يغلق في الصالون، يغلق في الباب اللي مليح او اش كاين غير الخير. ومن بعد تعشينا ورحنا قال لي ما تجيش، غلق على روحه في الصالون قعد يوجد مسكين. وشوفوا عيط لي شتو اذا كيفاش راح يجري. رحنا نجرو نشوفوا واش دار، ولقيتو دار لي هاد سيربريز صغيره. دونك كان شرا هذيك لا تارت ولا هذيك باتيسري صغيره، عمر الحاله بلي بالون. شوفوا في 20 مينوت ولا نص ساعه هو ينسف مسكين، راني نسمع فيه راهو ينسف راني نسمع فيه راهو قلبو خارج وهو ينسف. بصح قاعده نقول هذا واش هو يدير وغلق الباب ما خلانيش ندخل نشوف. المهم عمر الحاله بلي بالون، نص رماهم في الارض، نص فوق الفوتاي، نص علقهم في السماء، نص علقهم في الحيط، وجد هذيك لا تخت، وجد الطابله، حط الغازوز الكيسان. المهم وجد الحاله الله الله. زاد حط لي هذاك لو بتي كادو اللي كان جابوه لي على الكوتي. يعني صراحه والله غير فرحت. علاش البنات فرحت؟ سي لو جيست كي كونت كيما يقولوا، تعرفوا بلي الانسان هذا يعني راهو متفكر نهار هذاك، راهو داير له قيمه، راهو متفكرك، يعني راهو نتيا اصلا داير لك قيمه وداير للنهار هذاك قيمه. يعني كيما يقولوا راهو راكي في البال، فوالا يقولوا راكي في البال. احنا على بالنا بلي المراه دائما كيما قلت لكم هي اللي تكون بزاف رومانسيه، هي اللي توجد دائما، هي اللي تحضر، هي اللي تدبر، هي اللي تحوس على الليالي الرومانسيه، هي اللي تحوس هكا توجد وتشعل الشمع وكلش. يعني راجل شويه ناقص من هذا الكوتي، يعني حتى ويكون رومانسي بصح يعني ناقص، دائما يكون ناقص شويه، ماشي كيما المراه. وكيما قلت لكم يعني العام هذا ديسيديت قلت والله ما ندير حاجه، خلي ماشي النهار هذاك. حتى يعني فاجئني هو، والعوام اللي فاتوا يعني ما دارش هذا الشيء. يعني دائما انا اللي كنت انا اللي نوجد، صح كان يجيب لي دائما مع حاجه، يجيب لي كادو ساعات، يعني كل مره واش الحاجه المكتوب اللي كتبوا ربي. بصح المره هذه يعني صراحه فاجئني بزاف. فرحت كيما قلت لكم. جوزنا هكا اون سواري هايله، كلينا هذيك الباتيسري بزاف بنينه. يعني قلت لكم شراها غو كافي، وانا نحب شوكولا مع الكافي تجي بزاف بنينه. المهم قعدنا وبدينا نتفكروا في اليامات ونتفكروا نهار العرس، واش قال لي واش قلت له كيفاش وهكا كنت عارفه. المهم متنا بالضحك اليانو هبلنا شويه، سورتو كشاف هكاك لي بالون والحاله مش بحايط وقعد غير يمس ويخرب. ما جينا ناكلوا شويه ديك تاع الباتيسري بزاف وحنا نضربوا معاه. المهم حبيباتي قعدنا كيما قلت لكم هكا كملنا لا سواري تاعنا، جاز تري بيان. والى هنا لحقنا نهايه الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. نقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تخلوا لي جيم و كومونتير. باي باي.